السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. كالعادة اي عروسة والدتها بتروح هي وخالتها وهي واي حد تبعها يوم اتنين بتروح تبارك لبنتها. ما حصلش، ما راحتش باركت لبنتها وما راحتش وديت لها الزيارة كأي أم بتروح لبنتها بعد ما تتجوز، لأنها كانت مستنية إن بنتها هتجيلها كده كده جايالها ومفيش جواز والدنيا هتخرب، فكده كده اودي ليه واروح اكسف نفسي ليه؟ ما كده كده انا قاعده في بيتي باحترامي، مش ناقصه طينه بله، هتجيني ليه؟ طيب ايه اللي حصل وايه اللي جرى؟ اللي جرى يا سيدي حبوا يعني قعدوا يحبوا وقت 8 سنين وربنا تمم فرحتهم واتجوزوا، مفيش مشكله. احسن حاجه انك تحب انسانه وترتبط بيها، او انت تحب انسان وترتبطي بيه، طالما في شرع ربنا مش وحش، طالما انك هتاخديه بما يرضي الله مش وحش. المهم اتجوزوا. بعد ما اتجوزوا واتقفل عليهم باب واحد، طبعا شيء طبيعي بعد ما يخشوا بيتهم. بصي التفاصيل دي بقى حسب كل زوج وزوجة، مش شرط انا اعمل حاجة انت تعملها او فلان يعمل حاجة غيره يعمل، لا لا لا، كل واحد حسب ما هو مرتب، هو ومراته هيعملوا ايه، هو وزوجته هيعملوا ايه الليلة دي. المهم هي اخدت بعضها وجريت على الحمام، اخدت بعضها وجريت على الحمام، عملت اللي عملته وخرجت ايه منه، دخلت اوضتها، غيرت هدومها، لبست طبعا هدوم قميص النوم ولا الروب، الحاجات المعتاد عليها. طبعا هو نفس النظام، دخل الحمام ويغير هدومه والكلام ده كله. بس هنا بقى حصلت الصدمة والمصيبة. انت بتاع الكوارث؟ ايوه انا بتاعت الكوارث. حكاية حصلت فعلا؟ ايوه حكاية حصلت فعلا. لسه الحكاية دي ما كملتش 3 4 سنين. المهم بعد ما دخل الحمام، طبعا شيء طبيعي يعني، حمام بيته، دخل حمام، اترعب، ذهل، اتعفرت، جات له حاجة من يعني مش عارفة، مش طبيعي. المهم ليه ده كله هقول لكم بعدين. المهم خرج كأنه ما شافش حاجة، كأنه ما مسكش حاجة، كأنه ساب كل حاجة زي ما هي، هيشوف هتعمل ايه. ما ده حاجة مش طبيعية، حاجة مش طبيعية. المهم فعلا خرج من الحمام، دخل اوضته زي ما هي عملت وغير هدومه وتمام التمام، وجابوا العشاء واتعشوا 100 فل و10. في اثناء العشاء افتكرت انها نسيت حاجه في الحمام، طلعت تجري على الحمام من غير احم ولا دستور، دخلت تجري على الحمام. بعد ما لقيت الحاجه اللي سابتها في الحمام خدت نفسها، الحمد لله. أخدت الحاجة اللي سابتها وحطتها في كيس وحطتها تحت القميص وطلعت على أوضتها من غير صاحبنا ما يحس، هي عارفة إن هو ما شافش حاجة فاطمنت. أخدتها وراحت دخلت أوضة النوم، خبتها وراحت إيه، طلعت تكمل العشاء بتاعها مع جوزها. إيه اللي سابته في الحمام وإيه اللي هيحصل بعد كده مش هتصدقوه، بجد مش هتصدقوه.